الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، طريقة يا شباب إزاي نجيب الحج ضيوف أو اللاعب الممتاز القناص الحج ضيوف، لاعب أسطوري. هذا اللاعب سنغالي. يلا بينا ازاي هنجيبه. يا ريت بس أولا تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، كده انتوا بتدعمونا نكمل فيديوهات. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم، نجيب ازاي طريقة نجيب حد ضيوف. أولا يا شباب ندوس على المباريات، ندوس على أول واجهة عندنا في أول بطولة مشاركة في البطولة ليج أفريقيا. بطولة جديدة نزلت النهاردة في أحداث يوم الخميس ومميزات كثيرة بإذن الله أتكلم فيها في الفيديوهات الجاية. هذه البطولة حدوث متابعة عشان نجيب الحج ضيوف. ثانيا تجيب لك خير، تختار منتخبك. لو عايز غير منتخبك اختار، بس أنا اخترت المنتخب المصري. أولا عشان ندوس على المتابعة عشان نكمل مباريات هنلعبها، عشان ناخد المكافآت والمميزات، عشان ناخد حد ضيوف. هقول لك العب اربع على الأقل 5 نقاط من على الأقل في 3 مباريات، يعني تفوز مباراتين خد 6 نقاط على لغاية ما تخلص الدوري أفريقيا أو البطولة دي. انت بعد ما خلصناها يا شباب، لو لعبنا كل ما تلعب هتخلص المهمة دي انت، وبعدين هنجيب الحج ضيوف ازاي يا عم اسلام. ثانيا خلصنا هذه الجولة هندخل على الجولة الثانية. الدخول هتفتح بعد ما تخلص هذه الفئة، تدخل تاني هيجيك هنا تلقى الحج ضيوف، بيقول لك هنا اعتذر المشاركة، يرجى تلبية كل شروط تأهل في فعالية سابقة. أولا يعني ازاي هندوس على الحج ضيوف. أول بيقول لك المكافآت المستوى، يمكنك ربح مكافآت وفقط مقابل مستوى المباريات التي أكملتها في البداية. يعني عشان تدخل على المهمة دي لازم تخلص المهمة دي، وكده بإذن الله دخلت عليها. كده بإذن الله هتحصل على الحج ضيوف بعد ما تخلص هذه المكافأة